السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده من كيلو 21 محافظة الإسكندرية بنسلم مطبخ جديد، مطبخ من خامة الكلادنج، من خامات الألوميتال طبعا. الوش كله زي ما احنا شايفين خشابي، دواخل بره وجوه ضد الكسر. خليكم معانا نشوف المطبخ كله بالتفصيل وبعدين نبدأ نشرح واحدة واحدة. في البدايه المطبخ معانا طلب مننا وحدات تخزين كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت يكون مساحات بسيطه، ويكون الشكل في العام في الاخر هادي، وما نكونش عاملين دوشه جامده في المطبخ او نلف المطبخ كله. فعملنا جنبين في المطبخ، عملنا الجنب اللي احنا شايفينه ده كله اللي على يميني، والجنب اللي على شمالي عملنا فيه القطعتين دول، بس علينا المساحه لفوق متر و30 سنتي، بحيث ان انا اقدر احصل على مساحات تخزين كبيره جدا في المطبخ، وكمان ان انا اكون برضو شكل المطبخ هادي معايا. طبعا لما عملناه متر و30 كان عندي ارتفاع المطبخ من الارض للسقف 3 متر 20، فده اداني مساحه ان انا اقدر ان انا اعمل مطبخ عالي فوق. وكده كده المساحات اللي فوق دي كلها بتبقى مساحات تخزينيه، محدش بيجيبها الا لما يكون واقف على سلم، او يكون ان هو يقف على حاجه، او ما بيجيبش الحاجات اللي فيها الا في اوقات بسيطه، يعني ما بيستخدمهاش باستمرار كل يوم. فالحاجات اللي بنستخدمها كل يوم بتبقى عندي في الايه، في الارفف القريبه دي اللي في المتناول الاول والتاني، والحاجات اللي بنحتاجهاش بنحطها فوق خالص في المفصلات. نشرح بقى المطبخ. حبينا نخلي المطبخ شكل المطبخ سيمبل وبسيط، فعملناه يعني ايه بشكل كده بسيطه. عملنا هنا ضرفتين ودراج في النص، وبعدين جينا في الاخر عملنا ضرفتين تاني بمفصلات سوفت كلوز زي ما احنا شايفين. الادراج بتفتح وتقفل بكل سهوله ازاي اهو. عندي الدرج العميق ده بنعمله لكذا حاجه، بنعمله للسمنه، البرطمانات الكبيره، لو في كمان ازايز زيت بنعمله فيها. والجزء اللي فوق برضو عشان امشي المطبخ زي بعض، عملت هنا ضرفتين بيفتحوا، وفوق الادراج عملت قلاب برضو. طبعا محدش يقول لي افتح الضرفه اللي فوق علشان مش هعرف اجيبها. وعندي هنا برضو هنا رفين، وفي رف تخزين، وحبينا نستغل منطقه فوق الباب، فعملنا اليونت دي برفين برضو من فوق بعرض الباب كله. ده كان الجزء اليميني. والجزء الشمال معايا عندي هنا في البدايه البوتاجاز والشباك وفيهم الشفاط بتاعه، ما جيناش جنبهم، عملنا بس هنا كده جنب الحوض ضرفتين، وعملنا هنا منطقه الحوض برف في الجزء السفلي اللي تحت، بحيث ان هو يشيل معايا الفلتر، باسكت الزباله، يشيل معايا حاجات كتير. وهنا عملنا رفين برضو فوق الرف الثالث، وفي الجزئيه دي المطبقيه اللي ستانلس المدرج مركبينها في الجزئيه دي كده، وهنا بتاعت الاطباق من فوق. وتحت المطبقيه عملنا ماسوره توزيع، ماسوره الستانلس دي بحامل توابل، تحط التوابل بتاعتي هنا جنب البوتاجاز، اقدر ان انا استخدمها بكل سهوله وبكل اريحيه. وتحتي هنا بكره المناديل بتاعتي اللي بستخدمها في المطبخ بتحط هنا، فبتلم لي حاجات كتير في المنطقه دي. وحطينا برضو ماسوره توزيع تانية هنا، لو ست البيت محتاجاها تحط فيها اي حاجه، تستخدمها اي استخدام بقى زياده ايه استخدام. بس كده، ده كان مطبخنا النهارده. لو عجبك المطبخ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. كان معاكم سلام عشري، اشوفكم المطبخ الجاي. سلام.